أنت من دون شك أصبحت محبوب الجماهير شباب بلوزداد. ما هي الأشياء أو ما هو الكلام الذي يدور لما تتلقى مع جماهير شباب بلوزداد في الخارج؟ والله يعني انا بحب اشكر طبعا جمهور شباب بلوزداد، لان هم دايما ما بينسونيش حتى في جميع المباريات، سواء موجود في الملعب او خارج الملعب، دايما بيشجعوني. فطبعا بحب اشكرهم. بالنسبه للجماهير اللي بتشوفني في الشارع دايما ي... مش عارف يعني، دايما يوصوني على فريق المولودية، يعني دايما يتكلموا في النقطة دي. يعني يمكن كل الناس اللي تقابلني من جمهور شباب بلوزداد يتكلموا في النقطة دي. نعم، على فريق مولودية العاصمة، ويعني الديربي، أنت لعبت ديربي ضد اتحاد الحراج، ضد اتحاد الجزائر، وأيضا مولودية الجزائر. ما هو يعني الديربي الذي بقى في ذهن بوغي؟ هو ديربي واحد بالنسبة لشباب بلوزداد. أنا شايف إن الناس أو الجمهور بشكل أخص يعني مركزين تماما في ديربي واحد، هو ديربي المولودية. يعني يمكن أنا ما كنتش مدرك الكلام اللي بيتقال لي، وما كانتش الفكرة واصلة لي لغاية لما استمريت شويه في التعايش مع الناس وكده. فلقيت الموضوع، يعني الموضوع موضوع كبير، يعني مش زي ما انا كنت متخيل. يعني مش زي الاهلي والزمالك، يعني اكبر بكتير من الاهلي والزمالك. يعني انا كان على بالي ان الموضوع زي الاهلي والزمالك، اللي في النهايه الاهلي والزمالك مش زي ما انتم متوقعين تماما يعني. لكن الموضوع لقيته كبير جدا يعني. من الموسم القادم ان شاء الله انا ادركت الموضوع يعني، واوعد الجمهور ان شاء الله بالمزيد ان شاء الله في ولحسن حظ فريق شباب بلوزداد هذا الموسم يعني انهزم في ميدانه امام مولوديه الجزائر في الدقائق الاخيره. ده من سوء الحظ، مش من حزن الحظ، ده من سوء الحظ يعني، وسوء حظنا احنا. يمكن كانت مباراة يعني انا من وجهة نظري كانت لا تليق باسم شباب بلوزداد، خصوصا لان المباراة كانت على ارضنا، ومباراة كانت ما فيش اي حد من الفريقين يستحق ان هو يفوز فيها. كان المفروض ان يعني النتيجة العادلة ان يخلص اللقاء 0-0، لان شباب بلوزداد ما اداش ولا المولودية ادت. لكن ان شاء الله يعني انا اتمنى ان شاء الله ان الموسم القادم اكون على درايه اكتر. انا او يعني نقدر نقول انا بقيت على درايه اكتر من الفتره السابقه. وان شاء الله من بدايه الموسم اللي جاي ان شاء الله اكون حاجات كتير اتضحت لي يعني، وفهمت حاجات كتيره يعني. قلت بأن الموسم المقبل هذا من دون شك أنك باقي مع فريق شباب بلوزداد لموسم آخر. والله انا موقع مع شباب بلوزداد يعني موسم ونصف، بحترم تعاقدي مع شباب بلوزداد، وانا تحت امر النادي يعني، ما في اي شيء يعني. هل هناك اتصالات تلقاها بوغي خلال هذه الفترة للذهاب إلى فريقنا؟ والله انا يعني دايما ما باجي اتكلم على المواضيع دي، طالما انا مرتبط بعقد مع فريق محترم وبحجم شباب بلوزداد، فدايما حتى لو هيكون في اي عروض تكون من الطريقه الشرعيه، يعني من خلال رئيس النادي ومجلس اداره شباب بلوزداد، وهم ليهم مطلق الحريه يعني. لكن انا ما عنديش يعني شغل زي ما نقول يعني من ورا المجلس او من ورا. انا بحترم الناس. انا ما شفتش اي شيء من مجلس الاداره ومن الجهاز الفني ومن اللاعبين ومن الانصار غير كل شيء طيب، واكيد المردود بتاعي مش هيكون غير كل شيء طيب. يعني عمري ما هعمل حاجه تزعل اي حد او اي فرد في مؤسسه شباب بلوزداد يعني. ان شاء الله. شيخ شرادي، هذا كلام يدل على انه لاعب محترف يريد الاستقرار على تغيير يعني الفريق بدون شك، رغم وضعيه فريق شباب بلوزداد هذا الموسم. نظن باللي البدايه تاعو في الجزائر ممكن كانت شويه صعيبه، لان حسن حظه ما كان في وضعيه يعرفش فريق شباب بلوزداد. يعني اولا المحيط لازم يولف بالمحيط، وثانيا كانت وضعيه الفريق تاع شباب الكور يعني ما تسمحش اللعاب باش يمد كل اللي عنده، لان عايشين ضغط يوميا في التدريبات في يوم المقابله. نظن باللي الاستقرار رايح يسمح له باش يعطي اكثر، باش يوري يعني الامكانيات. بدون شك راه عنده امكانيات يعني، ويقدر يدير اكثر ما دار هذه السنه. احنا نتمنوا له المزيد وان شاء الله والنجاح ان شاء الله مع النصيحه اللي توجهها له الشيخ شرادي بحكم الخبره التي تكتسبها في الانديه الجزائريه؟ والله يعني هي كما يقول لك البقاء يعني في فريق سنة على الأقل سنتين أو ثلاثة، في كل سنة هاو يمد المزيد. أنا نظن باللي بوغيرة في هذه الوضعية هذه أبدأ ممكن ببداية محتشمة، ولكن زاد
زاد طلع المستوى تاعو وراه يعني في المستوى راه كل. انا بدون شك اذا زاد عام ولا اثنين هنا ممكن يصبح احسن هداف في الجزائر ان في شاء البطوله. الله، ولما لا. الشيخ شرادي بوقي نتمنى ان تاخذ بنصيحه المدرب القدير رشيد شرادي. نعود او نكمل ما تبقى من مباريات هذه الجوله للرابطه الاولى امل الاربعاء. مرة أخرى لم يفوت الفرصة بميدانه وأمام جمهور، وفاز بهدفين مقابل هدف على حساب شباب الفكرون. الشيخ المقابله ما كانت سهله. نعم. الشوط الاول كان مستوى يعني متوضع، يعني ما شفناش مستوى كبير، وكنا نظنوا باللي الاربعه رايحين يديروا مقابله وحدهم في هذا، يعني بالنسبه لوضعيه عين الفكرون اللي راهم يعني رسميا في الدرجه الثانيه. ولكن الملعب ورانا حاجه اخرى، يعني حتى اذا كانوا الاربعه يدومينيو نوعا ما المقابله، ولكن لا عين الفكرون ردوا يعني ردوا على الهجومات هذيك تاع الاربعه. في الشوط الثاني كنا ننتظروا الاربعه يرجعوا بقوه، ولكن عين الفكرون هما اللي كانوا سباقين في التسجيل. صاحبي هو اللي سجل في الدقيقه 49. بعد هذا الهدف الاربعه يعني استرجعوا قوتهم وداروا امبريسينغ يعني على دفاع عين الفكرون. نقدروا نقولوا باللي سكنوا في نص الملعب تاع عين الفكرون. هذا الشيء في الاول ما كانوش يعني ما صابوش الحلول، لان الفريق عين الفكرون كان منظم دفاعيا. ويعني الحل اللي حررهم ممكن هو الكوفرون ديريكت تاع اميري في الدقيقه 97. هذا الشيء كما قلت لك ربما حررهم، لان هذا الشيء سمح لهم باش بوقروا يمد الفوز يعني نهائي للفريق في الدقيقه 90. نعم. يعني الشيخ شرادي، فوز امل الاربعاء اصبح يحتل الان المركز السابع ب 43 نقطة، بينما فريق شباب عين الفكرون ودع الرابطة الأولى. وفريق آخر أهلي برج بوعريريج الذي ودع هو الآخر الرابطة الأولى، انهزم بميدانه أمام مولودية بجاية 3 مقابل هدف. الشيخ شرادي، بالنسبة لمولودية بجاية انتظروا يعني آخر المقابلة خارج الديار باش يحققوا أول فوز خارج الديار. يعني رحال هو اللي كان سباق في التسجيل في الدقيقة 30. أكرور عمق يعني النتيجة في الدقيقة 38 بهدف ثاني. في الشوط الثاني البرج ظنينا باللي رجعوا في المقابلة، لأن سجلوا هدف في الدقيقة 47. بن دريمية هو اللي سجل هذا الهدف. بعد هذا الهدف كنا نظنوا باللي البرج ممكن سجلت هدف رايحين يديروا عليهم باش يعدلوا النتيجة، ولكن هذا الشيء كان ما كان صحيح، لأن الموب اللي بقاو متحكمين في المقابلة كما ينبغي، كانوا عندهم فرص أخرى وسجلوا هدف ثالث في الدقيقة 83، ورحال هو اللي كان سجل. بهذا النتيجة يعني مولودية بجاية اللي كانت خصها نقطة يعني ضمنت البقاء في الدرجة الأولى، وحققت أول فوز لها خارج الديار في آخر مباراة لها خارج الديار. نشاهد الآن نتائج هذه الجولة للرابطة الأولى. بوقي، هل نقول بأنه أحمد فتحي قدم لفريق شباب بلوزداد من أجل الاحتراف أو من أجل المنتخب المصري؟ والله يعني خلينا نقول من ناحية الاثنين، يعني من ناحية ان هي خطوة ليا للاحتراف،
ومن ناحية برضو ان انا كان في تغيير في الجهاز الفني في منتخب مصر، ويعني على علاقة كويسة يعني بالطاقم الفني، وهم أشادوا بيا أكتر من مرة واتكلموا أكتر من مرة إن هم متابعيني في البطولة الجزائرية. وطبعا أتمنى العودة يعني من خلال شباب بلوزداد، وأعتقد يعني إن شاء الله يكون ليا نصيب بإذن الله من بداية الموسم إن أنا أكون أرجع منتخب مصر من خلال شباب بلوزداد إن شاء الله. إن شاء الله. أنت تقول بأنه المنتخب المصري إن شاء الله سيعود بقوة في المواسم أو في الأعوام المقبلة إن شاء الله. والله يعني ان شاء الله باذن الله. يمكن كان في القوام الاساسي بتاع منتخب مصر، يمكن في لاعبين كتير منه بحكم السن طبعا تم يعني اعتزلوا. يمكن كابتن محمد ابو تريكه ووائل جمعه وبنهايه الموسم وكابتن احمد حسن، نجوم كتير يعني اللي هم القوام الاساسي بتاع منتخب مصر. فطبعا في عمليه احلال وتجديد في المنتخب الوطني. اتمنى ان اكون احد يعني عناصر الفريق ان شاء الله في الفتره اللي جايه باذن الله. إن شاء الله، ومن أتمنى لك. من هو اللاعب قدوتك يعني في المنتخب المصري؟ والله في المنتخب المصري يمكن بحكم يعني التشابه شويه في طريقه اللعب عمرو زكي، لكن لو هنتكلم على اللاعب القدوه يعني اللي كلنا بناخده قدوه لينا كمصريين وكده، كابتن محمد ابو تريكه اكيد. نعم. وأنت تتابع المنتخب الوطني الجزائري المتأهل إلى المونديال، كيف ترى يعني المشاركة تاعو في كأس العالم 2014، خاصة مجموعة كوريا الجنوبية، بلجيكا وروسيا؟ والله أنا منتخب الجزائر يعني المفروض طموحاته تكون أكبر من التمثيل المشرف، لأن بيجمع مجموعة من اللاعبين العالميين يعني بيلعبوا في أكبر الأندية العالمية يعني، فلازم طموحهم يكون على قدر المستوى بتاعهم يعني، ما يبصوش لأن هم ما بيلعبوش في البطولة المحلية يعني. على عكس المنتخب المصري يعني، لو المنتخب المصري باللاعبين المحليين بيشاركوا في كأس العالم، المصريين جميعا يعني هيشوفوا الموضوع كتمثيل مشرف. لكن انا شايف العكس تماما بالنسبه للمنتخب الجزائري. لازم يكون ليه تواجد ويكون في منافسه، لان هو يملك الامكانيات للمنافسه على شيء افضل من التمثيل المشرف يعني. نعم. وانت من دون شك تتمنى كما نتمنى نحن مواجهه او اجراء مباراه وديه بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري. طبعا والله يعني يمكن الشعب الجزائري شويه الشعب المصري اخذ انطباع خاطئ على الشعب الجزائري. خلينا نتكلم شويه في النقطه دي. وانا كنت واحد من الناس يعني كنت خايف شويه في بدايه المفاوضات، كان عندي شويه كده. لكن يعني انا بحب اشكر الشعب الجزائري بشكل عام، لان كل الناس بتتعامل معايا افضل ما بيتعاملوا مع لاعب جزائري يعني، بغض النظر عن اي شيء. ودايما بتكلم على يعني في الاعلام في مصر او مع الصحفيين، دايما بشيد بالمعاملات مع الجزائريين بشكل عام. بيتعاملوا معايا كويس جدا. ويمكن كان ليا تصريح في احد المواقع في مصر، لاني اتفاجئت بشيء منذ يعني قدومي هنا للجزائر. يمكن الاسبوع الاول والاسبوع الثاني والاسبوع الثالث، اول 3 اسابيع متتاليه صليت يوم الجمعه في 3 اماكن مختلفه، في مره في سطيف ومرتين في الجزائر. وكانت المفارقه والمصادفه والشيء اللي فرحني جدا ان الامام بتاع الجامع الثلاثه في جميع في ال3 مساجد مختلفين، الثلاثه في نهايه الخطبه كان بيدعي لمصر ان هي ربنا يعني ينصرها ويصلح الحال في مصر. فده شيء اسعدني جدا يعني. يمكن الحاجه زي كده جميع الشعب المصري ما يعرفش ان ممكن الامام بتاع مسجد، حتى ولو مسجد واحد في الجزائر، ما فيش واحد في الشعب المصري يخطر في باله ان امام المسجد ممكن يدعي لمصر. فطبعا دي شيء فرحني جدا. واتكلمت مع اللاعبين واتكلمت يمكن
مع السيد بهلول في الموضوع. انا اللي رحت اتكلمت معاه، شيء فرحني جدا، وده إن يدل على عظمه الشعب الجزائري يعني، وان الشعب المصري شويه في احداث حصلت. كره القدم دايما معروفه بالتعصب والنرفزه، لكن كشعوب يعني العلاقه على احسن ما يرام. يجب ان نطوي هذه الصفحه، أكيد صفحه الخلافات، أكيد طبعا ونفتح كلنا صفحه جديده بين الشعب الجزائري والشعب المصري، لاننا اخوه في نهايه المطاف. الشيخ شرادي تحدث عن نقطه يعني يمكن ان تضيف شيء فيما قاله بوقي. والله على كل حال نقطه حساسه تحدث عليها. ماشي غير حساسه. نعم. كرة قدم تجمع الشعوب، نعم. ما تفرقش الشعوب. يعني وحنا جزائريين معروفين بالكرامة تاعنا والحنان تاعنا. لما نحسوا واش يحس يعني الشعوب، واش يحسوا الشعوب العربية لما تكون مضرورة، لما يكونوا عندها مشاكل، لو كما الجزائر كل مرة يوقف امام هاد البلدان هادو. على كل حال هذه سياسه. نعم. ولكن الرياضه تجمع الشعوب، ما تفرقش ما بين الشعوب. نعم. خاصه كره القدم. نعم، والرياضه تجمع ولا تفرق. بهذا نختم جمهورنا الرياضي. الشيخ شرادي، شكرا لك على كل التفاصيل التي قدمتها لنا. بوقي، نتشرف بحضورك معنا في هذه الحصة، ومرحبا بك في بلدك الثاني الجزائر. هل من كلمة تضيفها في الأخير للجماهير الجزائرية؟ والله يعني تسمح لي بس ان انا اضيف في بس الشكر. احب اوجه شكر للمجموعه بتاعت شباب بلوزداد، اللاعبين، جميع اللاعبين، لاني انا في فتره قصيره عشت مع نقدر نقول اخواتي يعني، شفت منهم كل معامله طيبه. فبشكر كل الفريق وكل الطاقم الفني والاداره. احب اشكرهم واقول لهم ان انتوا كنتوا على قد المسؤوليه وتعاملتوا معايا يعني بشكل لائق جدا. وانا اقل حاجه ان انا اقدمها لكم ان انا بشكركم يعني قدام الناس كلها يعني. نعم، شكرا لك الحضور معنا جمهورنا الرياضي. شكرا على حسن الاصغاء والمتابعه. نلتقي في فرصه اخرى بحول الله.